مساء الفل يا ست الكل. النهارده هننضف الاير فراير تنظيف عميق من جوه. انا شخصيا بنضفها في غسالة الاطباق، درجة الحرارة واطية، وبتكون يعني ايه مدة غسيل قليلة. لكن في ناس ما عندهاش غسالة اطباق او ناس مش عايزة تغسلها في غسالة الاطباق. اول حاجة هنشيل الحلة دي ونطلعها خالص، وهنرش بمنظف تلاجات وميكروويف. لو ما عندكيش منظف ده بتاع التلاجات والميكروويف، ممكن شوية مية مع شوية خل، ونرش نرشها من جوه كده الجسم من ورا، تمام. ونمسحها بقى كويس جدا من جوه، والجسم يمين وشماله من جوه كده. تمسحها كويس جدا كده، بس خلي بالك وانت بترشي ما ترشيش على مكان التاتش. طبعا انا هنا قلبتها من جوه من فوق بقى، من السقفيه دي. السقفيه انا قلبتها، ده زيت ودهون. طبعا هي مش مصديه، ده مش صدى يا جماعه، دي زيوت اهي، زيوت. طبعا انا عندي منظف ستانلس، انت ممكن لو مش عندك تعملي بشويه كربونات وبشويه خل. تخلي بالك ده مش كل يوم بيتنضف. كربونات مع شويه ميه وشويه خل وصابون مواعين، ده يغنيكي عن المنظف بتاع الستانلس. وترش عليها كده، وطبعا بعد ما نرشه كده نستنى عليه شويه. نصيحه بقى، اما تيجي تنضفيها بالشكل ده تنضفيها وهي لسه سخنه، الدهون لسه سايحه كده. هننضفها بقى يا ست الكل بليفه ناعمه فيها سلك. طبعا دي معروف جدا ما تعمليش بيها التيفال من جوه، دي لسقفيه الاير فراير من فوق. ودي يا جماعه المروحه اهي بتتحرك اهي، المروحه بتاعه الاير فراير. رش عليها عادي عشان انه الدهون ما تكترش عليها وتتقل، عشان تفضل خفيفه كده كده يا جماعه. بننضفها بالشكل ده. ايوه، شايفين بتنضف ازاي؟ طيب يا جماعه من هنا كده نشتغل بفرشه كده، عشان ايدك مش هتطولها يا ست الكل. بفرشه كده وننضف تاني. شايف الميه لونها مغير ازاي؟ دي الدهون، الميه دي طالع الدهون منها بعد ما نضفتها. بعد بقى ما رشينا ونضفنا ده بقى لازم يتنشف كويس يا ست الكل، تمام. ايوه كده كده يا ست الكل. كده بقى نضفت من جوه 100%. السخان بتاع الاير فراير والمروحه كده نضفوا زي الفل كده، كلها 100 زي الفل كده. حتى الجناب كله 100. نخش بقى على الباقي ونكمل نظافه من جوه الحتت اللي زي كده بفرشه. ايوه، تنضف كده. ايوه شوف تنضف زي الفل. دلوقتي يا جماعه ادي الدهون في الاير فراير، ده شكل الدهون كده. دلوقتي هنحط خل وصابون مواعين وكربوناته وميه. طيب انت ممكن تحطي قرص مسحوق بتاع غسالة الاطباق مع كربوناته. لو انت تقدري تستغني عن قرص، مش عايزه تستخدمي قرص، يبقى كربوناته زي ما قلت لك مع صابون سائل مواعين مع ميه مع خل. بسم الله. اول حاجه نحط الكربوناته، معلقه شاي، هنحط معلقتين كده ونفردوها كده في الاير فراير من تحت. ادي معلقه، والتانيه نفرد كده. ولو الدهون شديده ممكن تحطي باكو بيكنج باودر. دلوقتي انا هحط الخل. ايوه كده زي الفل. سامع الصوت؟ سامع الصوت. وشويه صابون مواعين. ايوه، ونحط بقى ميه مغليه يا ست الكل. بسم الله.
اهو يا جماعه. هندوس ندخلها جوه بقى بسم الله ونشغل. وكده يا جماعه هنشغل. هنظبط على درجه حراره 200. هنخلي من هنا درجه حراره 200 تمام. وهنخلي لمده 10 دقايق. 10 دقايق وندي اوكي. اهو يا جماعه كده ايه ال10 دقايق يعتبر خلصوا. في اخر حاجه يبقى كده نشيل ونطلع. هندلق يا جماعه الميه دلوقتي في الحوض زي ما انتم شايفين كده كل الدهون ساحت. هندلقها في الحوض وهي بالمره تسلك الحوض. ميه سخنه بصابون بكل حاجه. بسم الله وتسموا الله يا جماعه عشان دي ميه مغليه. اهي يا جماعه شفتوا الدهون اللي كانت ناشفه اهي ساحت. شوف بايديا من غير اي حاجه. المفروض طبعا هنعملها بليفه مش بسلك. دي بقى ليفه بسلك ودي ليفه ناعمه. طبعا ليفه بسلك لا، انا هعمل بالليفه الناعمه مع شويه صابون شويه ميه. ايوه كل الدهون راقت وزي الفل، مبقاش فيه اي دهون. كده بقى بنشطفها واوريك يا ستي الكل بتلمع ولا دهون ولا اي حاجه زي الفل. دي كمان يا جماعه ننضفها زي ما نضفنا اللي فوق كده وزي الفل ولا دهون ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي يا جماعه انا غسلتها وقشطه وزي الفل. هندخلها بقى نشغلها علشان خاطر تنشف. بسم الله. هنشغلها على 200 درجه لمده 3-4 دقايق. 3 دقايق. طبعا انا بشغلها عشان تنشف عشان خاطر الصدى تنشف خالص ونسيبها ناشفه. نشفت وزي الفل ومية مية كده. طيب بصي بقى يا ستي الكل نصيحة. انتي مش كل يوم هتغسلي نفس الغسلة العميقة اللي احنا عملناها واللفة الطويلة دي. امال تعملي ايه؟ انا اقولك على الطبق او الاطباق المفروض تستخدميها في الاير فراير. دلوقتي ده طبق سيليكون. اول حاجة واهم حاجة تتأكدي ان هو سيليكون طري كده عشان سيليكون عشان ما يسحش. ونقوم حاطين الطبق السيليكون ده جوه وتعملي فيه كل اللي انت عايزاه. خلصتي بتقومي شايلها زي ما هي بالاكل واللي فيه كده وتقومي مطلعها. طيب يا ستي الكل انت ما عندكيش او مش عايزه تستخدمي السيليكون تعملي ايه؟ جبتلك اطباق زبده اهي. اطباق زبده تقومي شايله طبق ورق زبده تقومي شايله كده الطبق ده ورق الزبده ده وتقومي حاطاه كده حاطه فيها. طبعا انت بتجيبي المقاس على اساس اللي عندك مثلا اير فراير كبيره صغيره. انا جبت لك ده اللي موجود متاح عندي اللي لقيته. بتحطي فيه الاكل البانيه اي حاجه بتعمليها بتحطيها جوه وتشيلي الطبق زي ما هو كده بالاكل بكل حاجه. بتطلع الاير فراير بعد الطبق نظيفه بتلمع عشان مش كل شويه هتعملي دوره غسيل عميقه. طبيعي ان انت بعد ما تشيلي ورقه الزبده هتلاقي مبقع كده زيت خفيف على الجناب مثلا بورقه بقماشه بشويه ميه وتقومي ملمعاها على طول. بس لو استفدتوا لايك وشير. وعلى اليوتيوب عاملين مسابقات جميله جدا للي يفوز.